السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله بالقناة. باختصار، رحلة جديدة، وجهة جديدة بإذن الله. درجة حرارة 46 درجة مئوية. نقول حياكم الله في قناة سعودي رايدر، ونبدأ الرحلة مع بعض إن شاء الله. صبحكم الله بالخير من ألمانيا. توني واصل الحين، وتاكسي استناني برا، هو نفس اللي كان معي المرة الماضية، اللي كان معي في رحلة بريطانيا، هو اللي استقبلني هنا. طلع أفغانستاني مسلم، فأخذت رقم جواله وصرت قلت إذا بجي ألمانيا مرة ثانية لازم أكلمك. وإحنا استنى الحين على وشك يوصل الرجال. يعطيه العافية حليم، هذا هو. وصلنا، بس يقول لي موقفين بعيد شوي، طبعا بنمسها. الجو أسطوري ما أقول لكم. درجة حرارة من 15 لين 4 6 وأمطار يعني ولا أحلى. السلام عليكم. Everyone in Saudi is watching you now, okay, on YouTube. Yeah. Is okay? Okay, thank you. Yeah. This is my friend in Frankfurt. ركبنا اخوان مطار فرانكفورت، بغيت اقول مطار الملك خالد. الباركينج حق البايك 14 دقيقة بس من المكان. يعني هذه ميزة البارك حق حبيبنا ابو سعد عبد الله، يعطيه العافية. 14 دقيقة. الاوبر ما يكلفك ولا 30-40 يورو. غير لما تاخذ لك التجربة السابقة حقتي كانت في مكان يبعد عن مطار تقريبا ساعة، كنت أدفع 100 و 120 يورو في المشوار. فهذه نقطة جدا مهمة، غير التخزين المميز، غير الشحن السريع، غير الخدمة السريعة، غير الرد على طول. هذه كلها مميزات تخليك تتعامل مع الاي لوجيستكس. يلا هانت يا زومبي بالطريق، تصبر. ابوي هلا بالشيخ، هلا والله وغلا، وحشتنا يا شيخ، خشمك. يلا نجهز ونرجع له. السلام عليكم، حياكم الله بالقناة، يا هلا ويا مرحبا، جوتن مورجن، اهلا بكم من فرانكفورت، حياكم الله. عدنا والعود احمد. طبعا قبل اي شيء الرحلة هذه تقررت فعلا في 1.5 ساعة. قرار الرحلة نفسها، التكت، الحجز، التذاكر، الخطة، الوجهة وين بنروح، كلها تمت خلال 1.5 ساعة، حتى يمكن أقل. وما كان مخطط لها نهائيا أصلا، ما كنت متوقع إني باخذ إجازة أساسا، يعني عشان تكون في الصورة برضو. فأنا ما أدري الحين الصوت شغال ولا لا، ما أدري الكاميرا تصور ولا لا، بس أنا على البايك وموجه شمال والصدر شمالي. الله ييسر لنا إن شاء الله الدرب ونوصل بالسلامة إن شاء الله. وجهتنا بإذن الله وبحول الله نورث كاب، النرويج. الفكرة كلها يا طويل الأعمار، بنطلع من ألمانيا نروح النورث كاب، اللي هذه نقطة في شمال الأرض. مو في شمال الرياض، لا، في شمال الأرض قاطبة. ومنها بإذن واحد أحد ننزل نزولا، بس احتمال اني انزل عن طريق السويد، ما انزل من طريق الاي 6. ودي اني اخذ لفه طويله، يعني هذا الوقت ساعدني. انا عندي بس مده جدا قصيره، 6 ايام فقط، احاول اني استغلها. والله العظيم اني ما نمت في الطياره، نمت يمكن ساعه ساعتين. جيت هنا ملابسي وموجه على طول للدنمارك. طريق 9 ساعات ان شاء الله، 1000 كيلو. لو خلصت اليوم 400 كيلو 500 كيلو كثر الله خير الدنيا، ما نبي شيء ثاني. فخلوكم معنا، ولا تنسى المتابعة واللايك، وتنشر المقطع على رهينك، والرحلة عموما والقناة كلها، وانشر وتؤجر. لاني قبل شوي غفيت وانا اسوق، وهذه يعني اول مرة تصير للامانة، يعني في كابتن. فخلاص لقيت فندق. طبعا شايفين قدامكم غرفة العمليات. هذا اللوكيشن حق الديستنيشن حقتنا النهائية، وهذا اللوكيشن حق الأماكن اللي رايح لها الحين. يعني مثلا أبي أروح فندق، أبي أروح مطعم، أبي أروح شيء،
هذا ما اخرب بخليه شغال، هذا يحمل اوف لاين ومو لازم نت، لو فصل نت يمشي معي ما عنده مشكلة. هذا فيه نت الجوال هذا، واحيانا ابثل هذا عشان يسوي ابديت، ولكن هذا اخليه للاتصالات، للتصوير، المشاوير القريبة، مطعم، فندق، الى اخره. حلو. فالحين انا رايح للفندق، لقيت فندق هنا في مدينة هانوفر قبل هامبورغ. انا كان ودي اوقف في هامبورغ باقي عليها 2 و20 دقيقة، وهانوفر ما ادري اسمها صح ولا لا، anyway يعني اسمها او ماذا ما يغير شيء من مكانها، بيني وبينها تقريبا 60 كيلو. نظرا لوضع الحالي قررنا ان لازم صراحة ننام، لان انا وزومبي قعدنا في جلسة مشاورة طويلة، وجدنا ان ما في فايدة. هذه اسمها هانوفر. فانا وزومبي متفقين صراحة، وانام حتى لو اقيد لي اقوم بالليل ما هي مشكلة يعني، عرفت؟ ممكن اكمل بالليل مشوار يكون نغط، اوصل الصباح عند العبارة، لان انا بوقف عند الدنمارك، بركب عبارة في الدنمارك، والعبارة هذه ندخل النرويج. والله اني تعب والله العظيم، غريب عجيب صراحة، بس عادي. تدرون ما عندي فيها هامبورغ الليلة ان شاء الله، اذا ما عندي احد خلاص. فاينل ديسيجن. قرار نهائي. انا ما احب القروش اللي يحطون هذه الابواب ومدري ايش ودق علينا. قد سويتها اول، تذكرون في سويسرا قلت تهاوشني في الجوال. وصلنا هامبورغ، بشتركم الحمد لله، يعني باقي على هامبورغ تقريبا 20 كيلو وصلنا، يعني يعتبر خلاص يعني الحمد لله، يعتبر انجاز طيب على اول يوم. ما في نوم، ما في انسداد لي سنة على البايك عموما يعني، ما في لياقة والله. فالحمد لله. المشكلة الحين اني ماني لاقي فندق، هذه مشكلتي الان، هذه مشكلتي الحين، ماني بلاقي فندق، ماني بلاقي. لقيت واحد الحين رايح له، شوف الحين شو وضعه. وصلنا الفندق اخيرا في هامبورغ. هذه غرفتي يا جماعة الخير. الغرفة هذه كلفتني 75 يورو. قاعد اسولف لكم ترى ماني خلق يعني، اعذروني بس تراني ميت، بس بسولف لكم عشان ما تقولون ما قلت الاسعار. هذا دورة مياه، هذه غرفة، لمبات شاليهات شغل مظبوط، تلفزيون، واطلالة على الحفريات. اوكي، اليوم يعتبر انجاز بصراحة. 500 كيلو تقريبا، 480، يعتبر انجاز جدا 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 طيب صراحة، على الوضع اللي صار هذا والنوم واللخبطة اللي صارت في الطيارة والتأخير. الحمد لله. بكرة يتبقى لي شيء جدا بسيط، دنمارك، يمكن 300 أو 400 كيلو بس، يعني على قولتهم حذفة حصى. خلاص إن شاء الله بكرة وناخذ لنا تكت العبارة ونركب بعدها نتجه إلى النرويج. صبحكم الله بالخير، السلام عليكم، حياكم الله، حيا الله الشيخ زومبي. جهزنا الحمد لله. اني امس نمت نوم اللهم لك الحمد، والله كانت في وقتها، تخيلوا من 7 الليل لين 8 الصبح، 12 ساعة، يوضح لك حجم التعب. فالحين بإذن الله جهزنا، عدت ترتيب الشنط، سويت ترتيب مرة ثانية أغراض، كانت محيوسة اني اشتغلت شغل سريع. قدامنا الحين زي ما تشوفون 5 ساعات، قول 6 ساعات طريق إلى الدنمارك إن شاء الله. بسم الله. حيك يا شيخ، حي بالعي. نشيل القهوة من هنا، هذه أخذتها من الطريق وأنا جاي، في ربع كيلو قهوة
تقول لك انك مدمن. هذه امس احترقت معي، تشوفون العصا هذه احترقت، كنت ثبتها هنا من التناحة اللي انا فيها ما استوعبت ان الشكمان بيحرق وزومبي من قوة المغط امشي 190 امس 180، فاسمع الباكات طع طع طع، فهذه الباكات شفناها نسمع فيها ولا نشوفها، هذا انا شفناها. فيلا توكلنا على الله. درجة الحرارة الحين 20 تقريبا قبل الزيادة، عشان كذا لازم نمشي بسرعة عشان ما يمسكني الحر. بسم الله توكلنا على الله. انا احب المانيا، احب فيها الامان صراحة. هذه اول مرة اجي هامبورغ ترتيبها كانها ميلانو تقريبا، كانها امستردام، كلهم زي بعض صراحة، ما تفرق بينهم. درجة الحرارة الحين 15 ترى، اوكي نزلت درجة الحرارة وبتنزل اكثر يعني. نعبي بنزين ونفطر ونتوكل على الله. الفل هنا ياخذ لي تقريبا 45 الى 40 يورو، الحين معبي نص سنة، متوقع ان 20 حول 20 يورو مفترض يعني. هذا اللوك حق الشنطات اللي يستلم الموتك، طق من ورا وتسحب معك. اوه مفتوح منور يا ساتر. طيب اوكي يلا يا وحش. هذا E5 اوكي يلا يا وحش. الزومبي ما شاء الله عليها يعني، لو تحط لها كيروسين ما قالت لا. يلا نستنى وبعدين نروح نعطيهم رقم المضخة ونحاسب. ظهر نفس لا فيها يعني، اتوقع نفسها فيها كف او فطور يعني، كوتيمة يعني. ايه شفتوا 28 يورو متوقع. كويس في جلسات مدينتك. هاي غاز 5. نفطر هنا، ايش رايكم؟ اسوق البايك زي الناس. يا حلوك يا زومبي، والله انك املح دباب. بسم الله عليك. لازم كل فترة تمدع دبابك عشان ما تزعل منك. عند دراجتك ترى تحس فيه، فلازم تقولها عشان ما تقدر تقول لك انت حبيت دراجة غيري. اكيد اخذت عقلك ريس، حركات هذه معروفة يعني. فاحذر من اخوك، اني لك من الناصحين. دلعها التنبيه، مالك الا دراسي في الاخير. اي هيا بنا. قهوينا وفطرنا والله في حمد والامور طيبة. سوينا ريفرش، نقعد نتوكل على الله. الله الحافظ ان شاء الله. يلا يا ربي توكلنا يا رب العالمين. عبينا فل، ثبت 120 الحين ونروق. بعد الدنمارك بتكون السرعة اقل ترى، في النرويج السرعة اقل من 120، ظهر 80 او شيء زي كذا. ف الوعد، فنشوف شو الوضع بيكون. خلنا على اليمين واخر عن السيارات دائما نسوي مطبات هوية. عود نفسك دائما ما يكون قدامك سيارة، بالذات الجيوب ولا الباصات او حتى التريلات، يسوون مطبات هوية قوية تخلي القزاز يتحرك بقوة والهلمت يتحرك. فلما تكون قدامك فاضي افضل لك 1000 مرة من يكون قدامك سيارة. غير ان الرؤية ما محجوبة وكل شيء محجوب، لا غير كذا يرديك بالهواء حتى. هذه حدود الدنمارك مع ألمانيا. دنمارك اوكي، دخلنا الدنمارك يا اخوان. اول مرة في حياتي اجي الدنمارك، هذه حقيقة ما اقدر اخفيها عنكم. طيب باقي لنا 350 كيلو من الان.
لين نوصل حدودنا مع النرويج. اشرح نفسك في اوروبا عموما. شوف الطريق اللي هنا مكتوب اسمه، يقول هنا stay on E45. احفظ اسم الطريق. الطريق اللي قبل شوي كان اسمه A7 اللي كنت امشي عليه انا في المانيا. حق الدنمارك اسمه E45. عشان حتى لو مثلا لخبط معك الاستهبال هذا، مثلا هنا كاتب لي 88 كيلو بنقعد على 45. طفى الجوال شيء، انا خلاص عارف انه انا 45 امشي عليه 88 كيلو. اللوحات تكون واضحه. اصلا اسم الطريق هنا ما يكون نفس كتابه الحجم حق الرقم، لانه الرقم اهم من الاسم. فاي 45 هو رقم الطريق، اسم الطريق اصلا. فتلقى مثلا اللوحه مكتوب عليها اي 45 داخل مربع كبير كذا داخل اللوحه. طيب بما اننا ما حنطول في الدنمارك وتكون مرور ترانزيت، لانه هي اصلا ما فيها شيء جاذب عموما للسياح او الدراجين، خلينا نقول معنا ادق. ممكن بعض السياح جوهم يجون ديار منبسطه، لان الدنمارك ترى الديره بسطه كذا، ما فيها جبال، ما فيها تضاريس مختلفه يعني، لا هي بسطه واحده. بس البلد هذه متقدم جدا صناعيا، من الدول الرائده اصلا في الصناعه. وعندهم شيء جدا غريب، اكثر شيء عندهم تلقاه وانت ماشي التوربينات. لدرجه انه المانيا، شمال المانيا حدودها مع الدنمارك صايره زي الدنمارك، فيها كثير توربينات هوائيه اللي تولد الطاقه هذه. هنا مركزين دائما على يعني على جهه البحر، مكثفينها. وعندهم اللي هي يعني كانك تقول هاي الدوله اصلا صديقه للبيئه، لان ما فيها انبعاثات كثيره وما فيها غازات كثيره، مع انها صناعيه. سبحان الله. هذا يعني شيء لابد ان يذكر بما اننا دخلنا البلد هذه، يعني هذا الشيء لازم يذكر. الجو يعني اذا استمر كذا، الامانه اذا استمر كذا الجو لين اوصل حدود الدنمارك، النرويج مع الدنمارك، صراحه انا بكون سعيد جدا. هذا يعني انه بيكون النرويج 9 8 7 مقبول، انا اقدر اتعايش معه. انا شايل هم، لانه والله العظيم والله اني اقول لكم صادق اني ما سويت ولا بحث ولا دراسة ولا اي شيء في الحياة على الرحلة هذه. دقيت سلف ومشيت اوت اوف اوردر. هذه عطلانة حلو قسما بالله. ما يعني فعليا الاشياء اللي سويتها في الرحلة هذه اني لبست وحجزت بس، فما درست ولا سويت تست يعني عفوا ما سويت بحث عن كم درجة حرارة بتكون او شيء في شو اسمه في النرويج. فعشان كذا انا ما ادري شو الوضع. فغالبا يعني امس كذا قبل نام بالفندق فتحت سويت لوكيشن النرويج، شو درجة حرارة 9 ونمت. بعد شوي كذا افكر قبل نام، طيب بكره 9 كويس يعني معقول. بس يعني هل معقول انه بيطول 9 ولا بيقل؟ الله يستر عاد. الحساب من هنا، خلنا ننزل نعبي نشوف شو يصير. ياوك. الطريق مليان بايكرز، حلو. شيء كويس. شوفهم كلهم زي بعض. وات كابتن قروشني معك. choose type of payment card insert. طيب يعني انت بتقروشني انت. اوكي would you like to sign up يا اخي؟ no. as a reservation. It's very low. It's 0.13 euro. I will ask him inside. I think he can. I don't know. No. I thought it's like Germany. Yeah.
it's different. يلا حتى هي استغربت الألمانية شلون خذوا 1000 كورونا، يعني 134 دولار يورو عفوا، تخيلوا. You see? Wow. Yeah. You asked it so quick. The guys took a reservation 1,000 korona. You get those money back So how? automatically. It will come back again. Yeah, maybe it will come. No, that's relief, huh? Yeah. تقوم ترجع لك فلوس، لا تقعد تشغلنا. قلت لا شغلكم هي، تقول لا تشغلنا لا اشوف وجهك عندي، قلت سم. انا مدمن قهوة. ليلي. دورت حجوزات العبارة ما لقيت اليوم، في اليوم بس بالليل صراحة ماني رايح بالليل العبارة، يعني في الجو ذا يعني. او ممكن اروح متأخر بالليل، يعني حسب الوضع صراحة. احتمال اني اروح متأخر، واحتمال اني اتكي الليلة كلها هنا في الدنمارك، وبكرة الصباح الحق اروح لما النرويج بالعبارة. فيعني بشوف غالبا اذا وصلت انا يحكمني الوقت حلو، فانا غالبا بقرر لما اوقف في نهاية الطريق هنا في الدنمارك. فايش وين الطريق؟ ف غالبا اني ما راح اتكي في النرويج، عفوا في الدنمارك غالبا. يمكن يا كابتن قفل خلاص غلط. يمكن اني ما انام في الدنمارك واصير امشي الليلة في العبارة حقة النرويج، وانام في النرويج لما اوصل، وبعدين عاد يصير الصباح اول ما اقوم اضف خيمتي وعفشي وامشي على طول لين اوصل اقصى نقطة اوقف فيها، لانه مسافة من هذا للنورث كاب 1600 1700 كيلو تقريبا، فصعب ان الحقها في يوم واحد، ما في امل يعني 16 ساعة سواقة لو ايش، فيبي لي يومين. بكرة انا حاط هدف تقريبا 600 كيلو 650 كيلو تقريبا اوقف، بعدين اليوم اللي بعده اوصل للنورث كاب وبعدين ارجع. فهذا الهدف والخطة المبدئية حقت الرحلة. الخطة المبدئية ليش؟ انا ما احط خطة نهائيا، ما عمري احط خطة نهائية اللي وقت التنفيذ، لان دائما الواحد ما يدري ايش يصير في طريقه، ايش اللي يصير له. خطة مبدئية وخلاص، قابلة للتعديل قابلة للتغيير، ما يضر شيء، ما يضرها شيء نهائيا، ولا فيها غلط اني انا اخر او اعدل او اضبط جدولي حسب احتياجي. جاي هذه اسمها انيو 6 يقلدون البورش. والله يا البورش بينجلطون، بس والله هي قبيحة بشكل بعد. والله يعين البورش والله. يا ساتر، ايش ان الهواء جاي من قدام شوي، لو انه من الجنب مرة كان قبل شوي قبل لفة كان البايك كذا قايد يمين، صوت الهواء مزعج بشكل سرعتها والله سريعة. انا مرة شوي تدور بسرعة كذا. هذا مولد كهرب باللي ما يدري. جانا مطر غزير ما شاء الله ما شاء الله، والله اني بردان مرة. درجة حرارة 14 والجو ممطر، جو لطيف، جو جميل ما شاء الله. صاملين بإذن الله. الرحلات يا اخوان، اللي بيروح رحلات الشمال، اللي بيطلع النرويج، اللي بيروح الدنمارك، شمال المانيا، السويد، ثقل ملابسك، هذاني اقول لك. طيب يا اساطير، الخط كالتالي: اروح اتكي في كافي شوب هنا قريب على البحر، وبعده
اعيد ترتيب الافكار حقتي، اشوف انا وش احتاج وش ما احتاج وش اسوي، لاني بيني وبينكم انا ماني عارف يعني هل انام هنا ولا اطلع مع عبارة الليل واروح للنرويج وانام هناك واقوم الصباح اكمل. انا ما ودي انام هنا صراحة، لان المشكلة اذا نمت هنا العبارة ساعتين، غير يعني مثلا ركبت 9 الصباح هذا ابكر شيء، ساعتين طريق، فيعني بضيع وقت كبير في العبارة، وما ودي اوصل متأخر، يعني ودي بالصباح الله خير على طول انطرد. فعشان كذا انا اقول لكم يعني بقرر يعني، بس غالبا زي ما قلت لكم الخيار الاول هو الافضل، اني اقعد واروق ولين الساعة 10 الليل كذا 9 الليل اركب عبارتي واتوكل على الله، اوصل هناك الساعة 12 1 الصباح، ما هي مشكلة. ف هذا اغلب الظني. طيب الخطة يا جماعة الخير اني بمشي الرجال ذا ضبط لنا تكت العبارة، انا ماني عارف صح وش اخذ تكت. الخطة يعني صارت انه انا ماني عارف صراحة ايش اسوي صراحة، طبعا انا ماني عارف التوقيت حق العبارات. عبارات هنا الموقع يقول لي الساعة 10، اجي احجز ما يفتح الموقع، ما ادري ايش فيه موقع وما يفتح جوالي، بس فتح جوالاتهم كلهم يفتح معهم، انا عندي ما يفتح، الظاهر محجوب او شيء ممكن. فايش خطة؟ قال لي تعال معي امشي نروح انا وانت للاوفيس مكتب في المينا ونسأل. سألت عن موضوع البنزين يقول لي حتى انا انسرقت فيه، يقول ما رجعت لي فلوس. المفروض ان انا اروح لكريستن ساند هذه 3 ساعات عبارة بس، فقاعد يتكلم معي يقول لا ليش روح بيرغن هذه اقرب يعني يعني فوق شوي وجهة الغرب اكثر، كريستن ساند جنوب. يقول افضل لك انك تروح عشان تقدر تنام في الطريق. والله حل المشكلة حقتي، انا مشكلتي في النوم، انا ما ودي اضيع وقت في النوم يعني واقوم وارقد يعني كذا، لا انام في العبارة ابرك لي. فالحين بروح اذا لقيت كابينة انام فيها خير وبركة. I think it's back there. This is GPS, but I think it's back here, see? You need to go. yeah, I think we need to go that way. Yeah. Left. It's this way, yeah. It's against. Yeah. Let's just turn around. You got it on the map? Yeah. You wanna follow me? You then. Okay. مضيع ذا. ماشي على الجي بي اس ينكب اكثر من جوجل ماب. جوجل ماب على الاقل يعني فيه شو اسمه اول باول. I think it's this way. Yeah. والله انك يعني مبثر الله يهديه. طيب يا جماعة حصل تحديث. كثر تحديثات هنا. طيب فيورد لاين هذه ما لي معها نصيب، وما اقدر اروح اليوم لبرغن، فما لي الا كريستن ساند. انا صراحة ما ابي اقعد هنا خلاص، يعني انا الدنمارك يعني انا والدنمارك صراحة ما احنا اصحاب، ف ابي امشي باللهيبة. طيب حتى درجة اني ما معبي بنزين، بعبي بنزين هناك. يلا الحين حجزت تكت ثانية، حجزت خلاص تكت لكريستن ساند اسمها. خلاص بطلع كريستن ساند
3 ساعات عبارة، خذ لي غفوة خفيفة فيها إن شاء الله، بعدها أوجه بإذن الله إلى أوزلو إذا أمداني الليلة، وبإذن الله إن يمديني، رحنا ليل وكذا بس يمديني إن شاء الله. فيلا نلحق، الساعة 6 الحين. نلحق العبارة، صار لي ساعة ماسك اللاين هذا تقولون. الحين بدون يعبون العبارة تعبئة، بعدين 3 ساعات ونص من البحار نوصل إن شاء الله بإذن الله إلى دولة النرويج، إلى مدينة كريستنساند، دائما انسى اسمها. وبعدين إذا قدرت الليلة بحاول قدر الإمكان إني أمسك خط اليوم بالليل إلين أوصل أوزلو. إذا وصلت أوزلو اليوم أصير أنجزت، يعني المنطقة اللي عرفت اللي أنت ما تبي تمشي فيها بس لازم تمشيها عشان توصل للطريق اللي بعد يطلعك للنورث كاب. حاولت إني أطلع على عبارة بيرغن. الجزء الحلو من النرويج في بيبدأ من بيرغن. اوكي، كريستنساند هي أقرب عبارة ولكنها منطقة يعني حلوة جميلة وكل شيء، بس ما هي زي جمال بيرغن والمنطقة الساحلية اللي فوق. هي أجمل منطقة صراحة في النرويج، ولكن للأسف الشديد يعني حتى لو كنت نزلت في بيرغن كنت بضطر إني أمشي في الهاي واي عشان ألحق أوصل في وقت محدد لي. يعني عندي 3 أيام بس مجال إني أوصل، 3 أيام للصعود يعني، بس النزول يبيلي يعني نفس المدة تقريبا 3 أيام. لو أنا ما عندي المدة المحددة هذه كان أخذت على طول طريق الكوست من بيرغن، كملت على طول مع الساحل. اللي عنده وقت يروح النرويج ينزل على بيرغن، لا ينزل على كريستنساند. يعني انت تنزل بيرغن هنا في الطرف، تطلع من الساحل كذا لين توصل لوين؟ النورث كاب. ليش الطريق هذا هو الجنة، يعني جنة النرويج هناك. رؤية، مناظر طبيعية، جو، انت تحس انك انت ماشي في مكان يعني خيالي، مو فيلم، يعني كأنه فيلم مو كطبيعة. ف انا بضطر اني انا امشي على طريق هاي واي، طريق الاي 6. هذا طريق ترى يعني ممل شوي، عرفت كيف؟ يعني هو جميل وكل شيء وفي مناظر طبيعية، بس مو بهذا النرويج. ترى النرويج مو الاي 6، النرويج مو الطريق اللي نزل إن في ناس تنزل هنا كريستنساند يروح اوزلو فيها مفترق اي 6، والطريق اللي نزل على السويد. الطريقين ذي هاي واي تراها ما فيها متعة. هاي واي يعني انت تمشي 2000 كيلو هاي واي ما استفدت شيء. فالافضل الواحد ينزل اي 6 بعدين يطلع فوق على الكوست ويبدا ياخذ له متشعبات وياخذ له مدن الطرق الصغيره، هذه هي اللي فيها متعه. بس ان هذه مشكلتها يبي لها وقت. فاذا عندك وقت يسمح تستمتع وتنبسط. انا المره هذه اول مره ازور النرويج ورايح لهدف معين، ابغى اوصل نورث كاب وارجع. الهدف هذا هو عندي اهم من الاستمتاع بالمناظر الطبيعيه صراحه. والنرويج كلها جميله، يعني برضو الشيء اللي يشفع للموضوع ان النرويج كلها جميله. فسواء مشيت في الهاي واي، مشيت في الطريق الكانتري اللي هو طريق الريفي، بتنبسط في كل الاحوال. النرويج شعبها قليل وما شاء الله، يعني دولة غنية بالخضرة وغنية بالجبال وغنية يعني بتنوع التضاريس عندهم مرعب من كثر ما هو جميل، لدرجة انك تستوحش من كثر ما هو يعني كثير، تحس انه له هيبة. عرفت لأن كيف النفوذ حقتنا لها هيبة، هم عندهم نفس الشيء بس أنا على خضار. فمتحمس صراحة إني أشوف هالشيء، سواء هاي واي ولا سواء كان طريق كانتري. بس أنا أعترف لكم إنه الهاي واي هو الوحيد اللي أقدر أمشي عليه حاليا في الوقت الحالي. مستقبلا ما ندري إيش يصير، الله أعلم عاد. طيب أنا سويت تسجيل الخروج من الدنمارك، خلاص طلعنا من الدنمارك قال لي 14. ما ادري ليش جابني هنا بس اوكي.